أنا مرتاحة، ألف الحمد لله يا رب. ما حقيقة زواج فاطمة لصفي الثاني؟ دام الشخص مرتاح مع شريك حياته ما له داعي حد يتدخل. بخطوة فاجأت فيها الكل، أكدت فاطمة لصفي زواجها مرة جديدة من خلال ردها على تهنئة من إحدى المتابعين اللي كتبت لها مبروك الزواج فطومتنا، فعلقت الله يبارك فيك يا عمري. الأمر اللي فاجأ جمهورها، لأن هيك تعليق كان ممكن تتجاهله فاطمة لو خبر الزواج مش صحيح. ورغم تصدر الخبر العناوين إلا أنه فاطمة ما كشفت تفاصيل الارتباط، ونشرت أدعية عبر الستوري على انستغرام لتيسير أمرها، بس كمان نشرت فيديو عبارة عن وجودها بالجيم وهي على التريدميل ماشين مع أغنية بنحب الحياة لإليسا. بس إذا بنركز بالفيديو مكتوب على الماشين بوضوح كلمة true، فهل يا ترى عم بتأكد الخبر بطريقة غير مباشرة؟ وإذا الخبر صحيح، الزواج هو الثاني لفاطمة، فهي سبق وارتبطت بزميلها في المعهد العالي للفنون، والانفصال تم بعد 5 سنوات من زواجهم قبل دخولها مجال التمثيل بالمسلسلات الدرامية. أنا ما أثق بسرعة، يعني لازم أعطيه فرصة، فرصتين، 3 عشان أثق. بس هالمرة فاطمة عم تفصل حياتها الشخصية عن المهنية، ويبدو إنها مش حابة تكشف أي تفصيل عن هوية زوجها، الأهم إنها تكون مرتاحة معه. تزوج أكبر منك أصغر منك، المهم أنتوا تكونون متفاهمين، لأن ما حد راح يتدخل بحياتك. دام الشخص مرتاح مع شريك حياته ما له داعي حد يتدخل. واللي بيتابع فاطمة الصفي على السوشيال ميديا بيلاحظ إنها تغيرت من بعد ما خسرت الكثير من الوزن، أو يمكن الحب كمان، فهي صارت تحب الحياة أكثر وناشطة أكثر، وتغير كل شيء فيها، وبدت مرتاحة مع نفسها أكثر ومع أصدقائها، لدرجة أنها ما اهتمت لحملة التنمر اللي واجهتها بسبب نحافتها، وهذا اللي حكيته معنا بلقاء سابق. فاطمة الصفي مرتاحة بينك وبين حالك؟ أنا مرتاحة، ألف الحمد لله يا رب، دامي بصحة وبعافية أنا مرتاحة. خاصة بالصورة الأخيرة اللي نشرتها على انستغرام الفستان الأبيض، فهل هذه الصورة هي الرسالة الثالثة لتأكيد خبر زواجها؟